مبابي يعلق على احتفال مارتينيز المستفز بعد حسم فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 على ستراسبورغ بركلة جزاء متأخرة للغاية. كشف كيليان مبابي الذي تبددت أحلامه قبل 10 أيام في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية عقب خسارته مع فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين عن رأيه بخصوص الاحتفال المستفز لحارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بكأس العالم. وأوضح مبابي في تصريحاته للصحفيين: لقد تحدثت مع ميسي بعد المباراة مباشرة. لقد هنأته لأن الكأس بالنسبة له كانت حلم الحياة، وكذلك الحال بالنسبة لي أيضا، لكنني فشلت، وعليك دائما أن تكون رياضيا محترفا جيدا. وأظهرت لقطة فيديو لمبابي نشرت على تويتر وهو يرفض التعليق على احتفال حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بطريقة مستفزة بعد الفوز بكأس العالم. واعتبر مبابي الحديث في هذا الشأن غير مجدي، وقال: احتفالات الأرجنتين ليست مشكلتي، لن أضيع أي طاقة في مثل هذه الأشياء غير المجدية. أهم شيء بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي للنادي. نحن ننتظر عودة ليو ميسي حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى.